كثيرا ما نشاهد في المناظرات التي تجري بين أهل الإلحاد وأهل الإيمان الحوار التالي: يقول الملحد: ليس ثمة إله، فيرد عليه المؤمن: إذا فمن صنع هذا القلم؟ ومن صنع هذا الدفتر؟ ومن صنع كل ما ترى؟ أليس ثمة صانع لكل منها؟ فيجيب الملحد يقول: نعم الأمر كذلك، ولكن فيستطرد المؤمن: إذا كان الأمر كذلك فالكون كذلك، بما أنه مخلوق فإذا له خالق، نحن ندعوه الله. نعم، فغالبا ما يبرهن أهل الإيمان على وجود الله بالموجودات، ولكن ثمة برهان آخر يغفل عنه الكثيرون من أهل الإيمان، وهو البرهان بالله على وجود الموجودات. وهنا أترككم مع الدكتور مصطفى محمود في كتابه الطريق إلى الكعبة ليحدثكم عن هذا البرهان باختصار. إن الدين أكبر من مجرد قضية منطقية، وإنه هو في ذاته منطق كل شيء، وإن الله هو البرهان الذي نبرهن به على وجود الموجودات، لأنه قيومها، هو الذي أوجدها من العدم، فهي موجودة به وبفضله، فهو برهان عليها أكثر مما هي برهان عليه. وكيف يكون العدم برهانا على الوجود؟ وكيف يكون المعدوم شاهدا على موجد الوجود؟